السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم وصفه اليوم ديال الصابلي مالح، لي ميني صابلي. غادي نعطيكم من هاد الصابلي عجينه وحده غنخرجوا منها 4 اشكال. الاول ديال الزرارع اللي كتشوفوا، الثاني فخوماج والزعتر، الثالث بالزيتون الكحل والقرقاع، والرابع بالهريسه. هاد العجينه تقدروا تخرجوا منها حتى 10 اشكال، تزيدوا نتوما ديروا نسمه اللي يعجبكم. كاين بزاف ديال الاشكال ممكن تخرجوهم. المهم انا عطيتكم 4 وانتوما ابدعوا. بالنسبه للمقادير غتحتاجوا ربعه الزبده، غتحتاجوا كاس صغير الزيت، خماره وحده، كنور الا بغيتو، الا ما بغيتوش ما ديروهاش. 4 الفرماجات مثلثين، معلقه البزار، معلقه الملحه، معلقه كبيره الموطارد، واحد دانون مسوس، معلقه الثومه غبره، ومعلقه البصله غبره. صافي وكنجمعوها بالدقيق حسب الخليط. غير حنا نخليوها شويه خفيفه. غادي نعجنوها بالطريقه كما كتشوفوا عادي، بحال عجينه الصابلي عاديه، ما كتسدلكش، غير كتخلط. كنخدموا الزبده والزيت هما الاولين، عاد كنزيدوا الباقي. غادي نزيد الملحه والبزار. بغيتو تعجنوها في العجانه عجنوها في العجانه. انا بالنسبه لي الصابلي غير باليد حسن، كتحكموا فيه حسن، غير تكون الزبده بوماد راه مزيان تعجنوه غير باليد. صافي غنكملوا بنفس الطريقه وغنزيدوا باقي المقادير. ضروري نخدموا الزبده مزيان. عاد نزيدوا باقي المقادير باش ملي نبداو نزيدوا الدقيق ما ندلكوهاش بزاف، غير نخلطوها وصافي. صافي دابا غادي نزيد الفخوماج، نزيد الموطارد، نزيد الباقي من غير الدقيق. هنا زدت الفرماج. غادي نزيد الثومه والبصله غبره، ماشي غبره بصراحه، سوم والحرشين شي شويه، هادو هما اللي كيجيو زوينين. الموطارد معلقه كبيره. الا بغينا نديرو هاد الكنور حتى هي كطلع لوغو مزيان، اللي ما بغاهاش ماشي ضروريه. هنا غنزيد دانون مسوس. صافي دابا بقات لي الخميره والدقيق. كنخلطوهم مزيان. صافي هنا غنزيد الخميره وغنزيد الدقيق.
دقيقه نزيدو بشويه بشويه باش ما تجيناش قاصحه. شحال ما جات خفيفه كتجي زوينه هشيشه. غادي نزيد بشويه بشويه صافي. ملي غتجمع لي العجينه غنفرقها على 4 وندير النكهات اللي بغيت. تقريبا حنا هزت لينا هنايا 550 غرام، ولكن ماشي قاعده. تقدر تهز اكثر تقدر تقلل على حساب الدقيق وعلى حساب الزبده واش كانت بوماد ولا بارده ولا. صافي هنا التجمع ديال الخليط. كنحاولوا نجمعوها بلا دليك. غادي ناخذ الاولى دابا فرقتها على 4. درت لها الزيتون مقطع صغير والكركاع. الثانيه غندير لها معلقه كبيره د الزعتر فخوماج احمر. الثالثه والرابعه غيتفيناو خصنا نطلقوها بالدلاك عاد نديروا لها الهريسه. هنا انا طلقتها بالمدلك وغادي ندير لها الهريسه. انا خديت الهريسه ودرتها في معلقه الزيت وحركتها مزيان وصفيت غير ديك الزيت هي اللي غندهن بها باش ما يجيونيش دوك القشور الهريسه في وسط الصابلي. صافي غادي ندهنوها. كما كتشوفوا غنديروها رولي. نمشيو للثانيه. غادي نخلطوا الزعتر مع العجينه وغنطلقوها في شي طاوه كنرشوا فيها شويه الدقيق اولا نديروا البابي. كنطلقوها بهذه الطريقه. نطلقوها تكون رقيقاش بزاف باش ما تهرش وما تكونش غليظه عاود بزاف. غادي ندهنوها دابا بالبيض.
درناها بالبيض، وغنزيد فرماج احمر في الوجه، وغنقطعها بالجراره في بلاصتها. صافي هنا انا نقطعها مستطيلات، تقدروا تقطعوها بالشكل اللي بغيتو، مثلثات ولا مربعات ولا اللي بغيتو. صافي وغادي ندخلها طيب في هاد البلاصه نيت في بلاصتها. صافي غادي نديوها الطيب دابا. هذا ديال الكركاع والزيتون تا هو غادي ندخلو فيه هاد المقادير اللي فيه، وغادي نشكلوه على قد الزيتونه تقريبا. انا حسيت بيه شويه خفاف مع الزيتون كيطلق شويه العجينه، درت له معلقه دقيق. هنا غادي نشكلو كما قلت لكم هكا كويرات صغيورين، وغادي نبركو عليه بالفورشيط. صافي بنفس الطريقه نمشيو حتى نكملوهم كاملين. هذا الشكل الرابع هو اللي غنديروه في الزرارع. غادي نديرو هكا كويره نبسطوها في يدينا، ندوزوها في البيض وفي الزرارع. الزرارع راه موجودين ديال اللي كيداروا في الخبز. هنا الفقاص الحار درناه في كونجيلاتور شد راسو، غادي نقطعوه هكا بهذه الطريقه. صافي غادي نستفوه في شي طاوه حتى هو، وغندخلو كلشي على 160 درجه تقريبا واحد ثلث ساعه، ولكن على حسب فرانكم كل فران شحال كياخذ الوقت. المهم خصهم يتحمروا مزيان باش يجيو مقرمشين. هنا ها هو الفرomage، هذا الحار، هذا الزرارع، وهذا الزيتون والكركاع. نتمنى تجربوه ان شاء الله غيعجبوكم، ونتمنى تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ومع المهتمين بهذا الشيء. وبصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامه.